السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مع بعض لسان العصفور بالكبد والقوانص. اول حاجه كده هقولك على المكونات. هنجيب معانا كده نص كيلو من لسان العصفور، ومعانا بمعدل ربع كيلو من الكبد والقوانص، ومعانا بصلايه، ومعانا معلقه من الثوم، ومعانا معلقتين كبار من الصلصه. دي المكونات بتاعه وصفه النهارده. اول حاجه كده هنعملها، هنضرب كده البصلايه، هننعمها جدا، لازم تكون ناعمة خالص. عايزه اقولك ان الاكله دي سهله خالص وبسيطه جدا، وطعمها بيبقى حلو جدا. ممكن نستخدمها في العزومات، ممكن نستخدمها في الافراح كمان، بيستخدموها في الافراح كمان. بتبقى وصفه حلوه قوي، وبتبقى خفيفه كده، وطعمها بيبقى حلو. اول حاجه كده بنجيب معلقتين كبار كده من السمنه، وبنحمر فيهم لسان العصفور. زي ما انت شايفه كده بنبدا بقى نحمر لسان العصفور كده. دي اول حاجه بنعملها لحد ما يدينا اللون اللي هو البني. إيه، احنا عايزين نحمره علشان يدينا لون كده، فانا كنت هنا بوريهولك لحد ما يوصل للدرجة دي. صلوا على النبي يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك فيها ويفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. ويا رب تكونوا بتستفادوا من اللي احنا بنقدمه من فيديوهات. هنا بقى بعد ما حمرنا خلاص لسان العصفور كله في مكان واحد، هنفضي لسان العصفور في طبق كبير كده، وفي نفس الجريل هنحط معلقة سمنة، وهننزل بالبصلة اللي احنا فرمناها، مع معلقة صغيرة من الثوم، مع الكبد والقوانص اللي احنا كنا مقطعينها، وهنشوحهم كلهم مع بعض كده زي ما انت شايفة كده. وهنبدأ بقى نحط البهارات بتاعتك. البهارات عبارة عن ايه؟ نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من السبع بهارات. وبننزل كده بمكعبين من مرقة الدجاج. لو انتي مش عايزة تحطي مرقة دجاج ممكن تحطي ملح، مفيش اي مشكلة خالص. وبنقلب كله في بعضه كده لحد ما تاخد تشويحة كده حلوة. وبعد كده بننزل بقى بلسان العصفور عليها اللي احنا كنا لسه مشوحينه دلوقتي، وبنقلب كله كده مع بعضه زي ما انتي شايفة اهو. الوصفة دي هتعجبك جدا، جربيها كده بجد هتدعيلي. حلوة قوي وما بتاخدش وقت خالص، وطعمها بيبقى حلو جدا. هنا بقى بننزل عليهم بمعلقتين من الصلصة، ومعانا كده ورقتين من ورق اللورة، وعود من القرفة. اللي عايزة اقولك ان الحاجات دي بتخلي طعم لسان العصفور حلو جدا جدا، وبتبقى ريحته جايبة لاخر المكان. بعد كده بنحط المية بقى بتاعتنا، وبعد كده بنغطيه ونسيبه بقى لحد ما يستوي براحته خالص زي ما انت شايفة كده. هنا بقى كان استوى طبعا. شوفي انا بوريهولك بقى هنا كده خلاص، هو مبياخدش وقت خالص يا جماعة، مبياخدش وقت على النار خالص. هنا بقى كان خلاص استوى. بصي مفرفر ازاي، وجميل جميل جميل، وطعمه كان حلو جدا جدا. بصي بقى ده شكله النهائي كده بقى بعد ما فضيناه طبعا. شوفي شكله بقى حلو جدا، وطعمه كان وهم بجد. اعملي الطريقة دي واعملي الوصفة دي كمان، هتعجبك جدا، وولادك هيحبوها، وحاجة كده تغيير، وحاجة هتعجبك قوي. اهم حاجة ان بجد كل اللي يشوف الفيديو يشترك في القناة ويفعل الجرس، عشان انا نفسي القناة تكبر بيكم ان شاء الله، ويوصل لكم كل الفيديوهات الكويسة اللي احنا بنقدمها. وان شاء الله نبقى مكملين كده مع بعض يا رب، وكل اللي بنعمله يكون بيعجبكم، وتكونوا كمان بتستفادوا من الفيديوهات اللي احنا بنقدمها والوصفات اللي احنا بنقدمها.